سلام أحبابي، واش راكم؟ مدابي تكونوا بخير وانتم تسمعوا هذا البودكاست اليوم. رايحة نحكي لكم كيفاش تعرفت على اللهجة الجزائرية، ماشي كيفاش تعلمتها، هذاك خلوه في بودكاست واحد آخر إن شاء الله ندير لكم عن قريب. كيفاش تعرفت على اللهجة الجزائرية؟ شوفوا، أنا ابتهال من العراق للي يسمعني أول مرة. أنا ماشي جزائرية وجامي جيت زاير. على بها رايح نقول لكم كيفاش تعرفت على اللهجة الجزائرية. شوفوا، احنا في العراق عندنا كي نتفرجوا تلفزيون، نتفرجوا على دراما المصرية ودراما السورية ودراما خليجية، زعما هذو هم الدول اللي احنا نتفرجوا عليهم. باسكو هذا واش يعرضوا لنا وهذا واش نشوفه. المهم، من ذاك وعلى قناة يعني ام بي سي كانوا كاينين البرامج اللي هي ذا فويس و ارب ايدل وقاع هذو البرامج تاع الغناء. هذه الهضرة في سنة 2013، زعما عندها بزاف بزاف. المهم، انا كان في عمري في هذاك الوقت 13 سنة. على بيها كانوا يجوا المشتركين من جميع الوطن العربي وكان يهضروا، كنت نفهم عليهم مليح بصح. لقيت باللي اللي يجوا من المغرب العربي، سورتو المروك، دزاير، تونس، ما نفهمش عليهم كي يهضروا، وهم ما يحطوا لهم ترجمه لتحت هكذا الهضره تاعهم واش راهم يقولوا. المهم، انا فاميلتي واش كانوا يقولوا لي، هذو يهضروا عربية بصح عربية شوية صعيبة احنا ما نفهموش عليها، وزيدهم ما يخلطوا معاهم الفرنسية لجل كان عندهم الاحتلال الفرنسي وهكذا، على بيها احنا ما نفهموش عليهم كاع. بس احنا في العراق ما نقراوش باللغة الفرنسية، عندنا غير العربية والانجلي وكاين يعني لغة كردية زعما هكذا. المهم، وكاين عندنا بزاف لغات في العراق ماشي غير هذو. المهم، أنا في وقتها جاني فضول عميق على هذه اللهجات. علاش أنا ماشي قادرة نفهمهم؟ باسكو أنا كنت نقدر نفهم المصرية بسهولة والسورية نهضر بها ثاني. الحلاش هذو اللهجات تحديدا ما قدرش نفهم عليهم، وزيد عجبوني بزاف. زعما الناس كي يهضروا ما يهضروش هكذا بالعقل كيما احنا، ولا تجي شويه ثقيله، لا لا، تجي الهضره بزاف خفيفه ويهضروا بالخف وهكذا. حبيت واش راني كنت نسمع. المهم، وليت نحوس على هذه الدول وعلاش هكذا يهضروا بالفرنسية. اكتشفت باللي الاحتلال الفرنسي تحديدا كي احتل هذه الدول ما كانش كيما الاحتلال البريطاني للدول تاعنا. احنا البريطانيين كانوا يحتلونا على جال يعني دراهم، على جال اراضي، على جال المزروعات، القطن، كاع هذو صوالح. بصح الفرنسيين واش كانوا يديروا؟ كانوا يفرضوا اللغه تاعهم على الشعوب اللي راهم محتليها. وهذه الحاجه ما شفتهاش غير في الجزائر وتونس والمروك، شفتها ثاني في جنوب افريقيا بزاف. كاين يعني بزاف شعوب هكذا نسات اللغه تاعها ولا يهضروا بواحد الفرنسيه بزاف بزاف ضحك. زعما حتى ماشي كيما الفرنسيين الاصل، باسكو الفرنسيين يعتبروا روحهم باللي غير احنا اللي نهضروا الفرنسيه النقيه، نتوما هضروا اي حاجه، زعما باسكو نتوما ماشي كيما احنا، زعما فرق في الطبقيه وعنصريه اكتشفت على يعني الجزائر هكذا اللهجه تاعهم مخلطه بزاف بالفرنسيه. المهم، سمعت اللهجه المروكيه كانت جاتني شويه صعيبه. كي على سلامتك خويا، راك لاباس كي داير؟ كنبغيك كنحبك بزاف في اللهجه تاعهم. سمعت اللهجة التونسية ما عجبتنيش بزاف، تبان كي شغل واحد مصري حاب يهضر بلهجة شمال أفريقيا. لاباس عليك خويا؟ لاباس. بتجي بزاف كيوت، ما حبيتهاش بصراحة هكذا. بصح جزائري جاني بزاف شباب، علاش؟ تحس هكذا لهجة متوسطة بين هذو. صح، هي الجزائر كبيرة بزاف وفيها بزاف اللهجات، ماشي غير لهجة وحدة. بصح يعني اللهجة الجزائرية دوك هذه اللي أنا نهضر بها عجبتني زعما. حبيت وقلت خلاص هذه اللهجة اللي أنا رايحة نتعلمها، وعجبتني بزاف. وليت نحوس على الأغاني الجزائرية، على دراما الجزائرية، يعني وليت هكذا نتعرف على دولة الجزائر. واكتشفت باللي الجزائر دولة كبيرة بزاف وشابة بزاف ومتنوعة بزاف وفيها بزاف الثقافات وبيها بزاف الألبسة وفيها اكتشف يعني كي شغل الإنسان هكذا اكتشف واحد الدولة اللي الناس ما تعرفهاش مليح. بالصح دولة مميزة وجميلة بزاف. وهكذا كيفاش تعرفت على اللهجة الجزائرية، وإن شاء الله بالفيديو القادم راح نحكي لكم كيفاش تعلمت اللهجة الجزائرية. المهم، هذا مكان ماذا حبيتوا هذا الفيديو تركوا لي رايكم في لي كومنتار، قولوا لي اذا راني نهضر جزائريه بشكل مليح ولا لا واشنو الاغلاط اللي درتها دوك كي كنت نهضر. زعما انا على بالي باللي ما تقولوش تلفزيون، تقولوا يعني تقولوها بالفرنسيه، احنا نقولوا بالعراقي نقولوا تلفزيون. هكذا.
المهم، قولوا لي واش رايكم في اللهجة تاعي. وشنو اللهج يعني نتوما واش من دولة تبعوني، وشنو أكثر لهجة تحبوها، وشنو أكثر لهجة تجيكم بزاف صعيبة عليكم ما تفهموهاش مليح. أنا بالنسبة لي تقريبا كاع اللهجات نفهم عليهم، باسكو كي تعلمت الجزائري وليت نفهم على المروكية ونفهم على التونسية، وكي نهضر مع توانسة ولا من المروك نهضر معاهم بالجزائري يفهموا عليا ونفهم عليهم، بصح ما نهضرش باللهجة تاعهم. كيما أنا كعراقية كي نهضر مع واحد خليجي ما نهضرش بالخليجية، وهو كي يهضر معايا ما يهضرش باللهجة تاعي. علاش؟ باسكو حنا نفهموا بعضانا، اللهجة تقريبة على بعضها بصح ما تشبش، مازال كاين فيها بزاف الاختلاف. وتبقى اللهجة العراقية مميزة على الخليج، وتبقى اللهجة الجزائرية مميزة في شمال أفريقيا. المهم نحبكم بزاف بزاف، سلام.